بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ديننا الإسلامي الحنيف الذي ندين به لله تعالى ونتعبده به تضمن من المبادئ والأحكام ومن الفضائل والتعاليم ما يهدي الإنسان وينير له السبيل في أمور دينه ودنياه ويسعده في حياته وأخراه، فجاء دينا شاملا كاملا صالحا لكل زمان ومكان، مصداقا لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن جملة تلكم المبادئ الدينية والأحكام الإسلامية ما يتعلق بنظام الحكم في الإسلام والعلاقة القائمة بين الراعي والرعية، والرابطة القوية التي تجمع بين الإمام الخليفة وأمته التي ولاه الله أمرها في ظل الإسلام وهداية الإيمان. وهي علاقة ترتكز على أمرين هامين: أولهما البيعة الشرعية من الأمة المستمدة من بيعة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الراشدين من بعده، كما قال تعالى في محكم كتابه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. وثانيهما السمع والطاعة لأولي الأمر، تلك الطاعة التي أمر الله بها في محكم كتابه وقرنها بطاعة وطاعة رسوله للدلالة على أهميتها ومزيتها في الحفاظ على أمن الأمة واستقرارها. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنه عهد وثيق يعتبر الحفاظ عليه والوفاء به أوجب الواجبات. قال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. رواه الإمام مسلم. أيها المستمعون الكرام، إذا رجعنا إلى تاريخ مغربنا العزيز وتأملنا من منظور ديني وواقعي واجتماعي، وجدنا أن الله تعالى أكرم هذا الوطن ويسر له قيادة مؤمنة متبصرة حكيمة وواعية صالحة مصلحة ترعاه بدين الإسلام وشريعة القرآن وتحكمه بما أوجب الله لأولي الأمر من الطاعة والامتثال، وذلك منذ قرون وأجيال، ومنذ عهد الدولة الإدريسية المنيفة إلى عهد الدولة العلوية الشريفة. هذه الدولة العلوية الشريفة التي جمع الله بها شمل المغرب وكلمته وحقق على يديها بناء صرح المغرب وإتمامه، حيث واصل خلفاؤها الأبرار وملوكها الأخيار مسيرة النماء والتشييد والازدهار والتجديد في كل ميدان، واستمروا خلفا عن سلف يحملون راية الجهاد والنضال ويقاومون كل دخيل أجنبي من الاستعمار، فحافظوا للمغرب على شخصية وكيانه وهويته ووحدته وعلى أصالة وحضارته واستقراره واطمئنانه، مما جعل بلدنا المغرب الكريم والحمد لله وشعبه المؤمن الوفي يعرف هذه النعمة وفضلها ويقدرها حق قدرها، يحمد الله ويشكره عليها، فيبقى متعلقا بعرش الدولة العلوية الشريفة متشبتا ببيعته الشرعية وطاعته الدينية والوطنية، لأنه يرى في ذلك التعلق والإخلاص والولاء
طاعة لله والوفاء بالعهد المأمور به شرعا. أيها المستمعون الكرام، في ضوء هذه المبادئ الدينية وما تضمنته من أحكام ربانية وتوجيهات نبوية حكيمة، سن آباؤنا المخلصون للدين والوطن عيدا وتقليدا حميدا، وأسسوا لنا عيدا وطنيا مجيدا منذ عقود كثيرة في عهد جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، للتعبير منهم عما يجمع بين العرش العلوي المجيد وشعبه الوفي الأبي الرشيد من أوامر المحبة والولاء وروابط الطاعة والإخلاص. ذلكم هو عيد العرش المجيد السعيد الذي يخلد في 30 من يوليوز كل سنة، ذكرى تربع مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. إنها ذكرى ترمز حقا إلى تلك المعاني السامية والفضائل والمكارم النبيلة، وتقترن دوما بما تميز به العهد المحمدي الظاهر الميمون من عظيم المنجزات وجليل الأعمال في مختلف الميادين والمجالات، الذي ادخرها الله لجلالته ووفقه إلى إنجازها وتحقيقها في عهده لصالح أمته وشعبه، ولتبقى أعمالا شامخة وحصونا منيعة ومصابيح مضيئة لهذا الشعب في الحاضر والمستقبل، وتكون منجزات شاهدة بعبقرية جلالته وبما قدمه ويقدمه بتواصل واستمرار من خير دائم لهذا الوطن والدين ونفع مستمر للإسلام والمسلمين. يستوجب منا الدعاء لجلالة بالعون والسداد والنصر والتمكين، فاللهم أدم لجلالته السداد والتوفيق والحفظ المكين والفتح المبين، وأسبغ عليه رداء الصحة والعافية، واجعله لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، وبطاعتك وطاعة رسولك من العاملين المخلصين، واجعله ممن قلت فيهم في محكم كتابك الحكيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجر أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.